حبيبتي مع السلامه. الا على فكره، في حاجه يا خالتي بامبا؟ هي الست عنايات كانت بتتخانق مع جوزها امبارح ليه؟ لا مؤاخذه يا خالتي بامبا، دي حاجات تخصهم وماليش دخل فيها. ربنا يكملك بعقلك. اوعي تتاخري عن ميعاد النهارده. تفوتي عليا العصر، من عارف يمكن يكون العريس عندي. متشكره يا خالتي بامبا. واتابي يا اختي، انا كنت قاعده اتكلم انا والبت تحت الشباك اللي بتنقرص في نن عينها ام اسماعيل، وانا مش واخده بالي، وابص الاقي ابنها الصغير. قلت اساله عن امه واطمن عليها. رحت نادها عليه وقلت له انت ما تعرفش غاوتك عندي قد ايه، لما بشوفك قلبي بينشرح، وحياتك ولا ليك عليا يمين. انت غلاوتك عندي ما تتقدرش، زي ما تكون ابني تمام. الا قول لي يا حبيبي، وانا لسه اختي هسمع كلام البلد ولا ايدك الوليه ام اسماعيل طلع من الشباك وبتصرخ على ابنها وبتقول له انت يا واد يا اسماعيل اطلع يا واد، مالكش دعوه بالست دي، لقطع رقبتك. الله 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 الله، ايه اللي بتعمليه ده يا ام اسماعيل؟ حلبتي يا اختي هتشوفوا له عروسه هو كمان. اطلع يا واد، مالكش دعوه بيها ولا لكش كلام بيها، دي ست ملهاش شغلانه غير تتجسس على جيرانها. شفت يا ابو سيد؟ قال انا يا اخويا بستقصى عن اسرارهم، وقال ايه الواحد لازم يسال عن صحتهم وصحه سلامتهم، لكن ما يتقصاش عن اسرارهم. ايوه